ورحمة الله وبركاته. كيف العادة مرحبا بكم في قناتي وقناتكم آسيا بيوتي. نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحوالكم طيبة إن شاء الله. كيف ما تشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم دانون المنزلي اللي تيجي رائع رائع البنات، تيجي زوين بزاف وناجح 10000%. من اليوم ان شاء الله غادي تبقاو تحضروا في لوليداتكم، يعني في المنزل، ما غتبقاو تشريوه من على برا، لانه فعلا تيجي ناجح. شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير تنحتاجوا لتر ديال الحليب، يعني الحليب عادي. تنحتاجوا دانون الفاني، يعني كريمي، ضروري يكون دانون اللي خاسر. وتنحتاجوا واحد فاني، وكذلك 3 المعالق كبارين ديال سنيده. هادو هما المقادير. نشوفوا طريقه التحضير. تناخدوا الحليب ديالنا وتنديروه في واحد الكاسرونه، يعني حليب لتر ديال الحليب كامل تنديروه في كاسرونه. تنضيفوا عليه 3 المعالق كبارين ديال سنيده. وتنخلطوا جيدا، يعني تنحركوا مزيان حتى تنحسوا بسنيده دابت. صافي، وغادي نديروه فوق البوطه ونخليوه يدفى، فقط يدفى البنات، يعني ما نسخنوش بزاف، غير يدفى. صافي غادي نحيدوه، يعني تولي ديري الاصبع ديالك في الحليب ما تحرقيش، يعني يكون غير دافي. غنضيفوا على الحليب الفاني، وكذلك غنضيفوا دانون. يعني كيف ما قلت لكم البنات ضروري يكون كريمي، يعني يكون خاسر، ما يكونش، حيت كاينين دانونات هكا اللي تيكونوا جاريين، حنا بغينا دانون خاسر. صافي غنضيفوه الحليب ديالنا وغادي نخلطوه جيدا، يعني نحاولوا نخلطوه مزيان حتى يندمج لينا داك، يعني نحسوا بداك دانون داب مع الحليب. يعني والحليب كيف ما قلت لكم البنات يكون دافي فقط، يعني ما يكونش سخون بزاف، يعني الا درناه طيب وخوينا عليه دانون ما غاديش تنجح معنا الوصفه. صافي تنخلطو جيدا وتنوضعوا الحليب ديالنا اولا الخليط ديالنا في الكويسات على هذا الشكل هذا. من بعد ما نعمروا الكويسات ديالنا كاملين، تناخذوا واحد الطاوه وتنغطيوها بواحد الكويشه صغيره على هذا الشكل هكا. صافي وتنوضعوا نستفوا فيها دوك الكويسات ديالنا، نستفوهم هكا جيدا، وغادي نشعلوا الفران حتى يسخن ونطفيوه. اولا نكونوا هكا طيبنا الخبز اولا طيبنا شي حاجه في الفران، يعني يكون سخون، غير سخون، يعني سخون وطافينو. صافي غادي نغطيو هاد الكويسات ديالنا جيدا وندخلوهم الفران. الفران كيف ما قلت لكم غير سخون وطافيين عليه. صافي وغادي نخليوه ليله كامله حتى نلغط ليه، وهاد نقلبوهم ان شاء الله. حتى الا ما كانش، يعني ما عندناش الفران اولا هذا، يمكن لينا غير نغطيوه مزيان، نغطيوهم بالملايات اولا هذا مزيان. صافي ونخليوهم يباتوا يعني في شي مكان دافئ. كيف ما تشوفوا من بعد ما
دازت ليله كامله وحلينا عليه تلقاوه هكا عقاد لينا ولا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نستفو في واحد البلاطو على هذا الشكل هكا وندخلو للثلاجه ونخليه حتى يعني الوجبه الافطار او لا في السحور او لا كانت الايام العاديه غنخليوه حتى يعني المساء هكا في الولاد ديالنا في الكوطي ونعطوه لهم. صافي حنا غندخلو دابا للثلاجه. من بعد ما خرجناه من الثلاجه كيف ما تشوفوا تيولي على هذا الشكل هذا، تيولي عاقد البنات وتيجي ناجح ناجح، يعني شي حاجه بسيطه ساهل بزاف وتيجي ناجح 100%. يعني غير جربيه، ولو تكوني اول مره غتصايبيه غادي يجي ناجح معاك. وبحال هكا تنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ودنا الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.